هل لازم تسخن العربية قبل ما تمشي؟ تعالوا نعرف الحقيقة. كل يوم الصبح بتلاقي ناس راكنة 5 دقايق مستنيين العربية تسخن. طب يا ترى هل ده صح ولا مجرد عادة قديمة؟ زمان كان الموضوع ده منطقي شوية لأن العربيات كانت بتشتغل بنظام الكربيراتير، وده كان بيعتمد إنه يخلط البنزين مع الهواء بطريقة ميكانيكية. فكانت لازم تسخن العربية شوية عشان الخليط يبقى مظبوط والموتور يشتغل بكفاءة. لكن دلوقتي كل العربيات الحديثة فيها نظام حقن إلكتروني للوقود، Electronic Fuel Injection. وده نظام ذكي فيه كمبيوتر للمحرك ECU، هو اللي بيتحكم في ضخ البنزين والهواء للموتور حسب الحاجة وبشكل دقيق جدا، بمعنى ان اول ما تدور العربية الكمبيوتر بيظبط كل حاجة تلقائي وبتكون جاهزة للحركة بعد ثواني قليلة، مش محتاجة تقعد دايرة في مكانها بالدقايق. الحل: شغل العربية، استنى من 10 ل 20 ثانية بس، وبعدها امشي هادي اول دقيقتين والموتور هيوصل لدرجة التشغيل الصح وهو ماشي. يعني ما تضيعش وقتك ولا بنزينك، شغل العربية وامشي على طول بس بالراحة الأول. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، دوس لايك وشير المعلومة مع أصحابك. سلام.